اسمحوا لي بالوقوف. مساء الخير فابيو. مساء الخير رودريغو. مساء الخير كارلو. مساء الخير. سأطرح سؤالا تكرر مرارا وتكرارا خلال هذه الفترة، ولكن الآن مع وجود نيمار. لقد سئل مرارا وتكرارا عن سبب غيابه، لذا أسألكم: متى قررتم ضم نيمار؟ لقد مر وقت طويل، كان ذلك خلال الأسبوع من أمس إلى يوم هذا الصباح. وإذا سمحت لي أن أوضح قليلا، كيف ترى نيمار مناسبا لنموذج اللعب الذي وضعتموه للفريق خلال العام الذي لم يشارك فيه؟ شكرا. حسنا، لقد تابعنا التقييم وقمنا بتقييم نيمار طوال العام، ورأينا أنه في هذه الفترة الأخيرة لعب باستمرار، وأنه حسن من لياقته البدنية، ونعتقد أنه لاعب مهم له دور مهم، ولديه إمكانية اللعب وعدم اللعب والجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة كبديل. لذا فهو يتحمل نفس المسؤولية التي يتحملها الآخرون. إنه لاعب ذو خبرة، والحقيقة أننا في بعض المراكز كحارس المرمى نولي أهمية أكبر للخبرة على هذا المستوى، ولهذا السبب نستدعيه أيضا غريميو، لأنه لاعب ذو خبرة نحتاج إلى اختباره. لم نختبره بعد، لكننا نعرف قيمته في هذا النوع من المنافسات لأنهم معتادون عليها. أنا آسف لعدم وجودهم هنا، كما كان بينتو على سبيل المثال، كما كان هوغو سوزا، لكنني أشعر بهذا، وهذا يعطيني القليل من الحزن، لأنهم سيواجهون مثل غيرهم من الشباب الذين ليسوا على القائمة، مثل أندريه سانتوس، مثل جواو بيدرو، فهم شباب وسوف تتاح لهم الفرصة للمشاركة في مشروع كأس العالم القادم. من فضلك فينيك، الصوت في الخلفية. فلافيو فينيك من فريق SBT إن سبورت هنا. مساء الخير إيلوت. مساء الخير رودريغو. أهلا فابيو. مساء الخير جميعا. بما أن هذا الاستدعاء موضوعا بالغ الأهمية، وكل ما يحيط بوجود نيمار أو غيابه، وكل هذا التشويق، أردت أن أتعمق قليلا. إذا سمحت لي سيدي، ما الذي كان حاسما؟ ما الذي أقنعك باستدعاء نيمار؟ حالته البدنية، كنت مقتنعا بلياقته البدنية، كنت دائما تؤكد معرفتك بمهاراته الكروية وتقنياته وموهبته. لم يكن نيمار بحاجة إلى اختبار، لقد أقنعك بلياقته البدنية واستعداده، كما أن وجود نيمار ساهم في زيادة شعبيته. شكرا جزيلا. حسنا، كان التقييم طوال العام مقتصرا على الجانب البدني فقط، لطالما تحدثنا عن ذلك. كان هدف تشجيعه مجرد موضوع بدني. لعب بثبات في المباريات القليلة الماضية، لديه فرصة لتحسين لياقته البدنية خلال هذه الفترة حتى المباراة الأولى في كأس العالم، ولديه الفرصة والخبرة ونوع المنافسة في بيئة جماعية، ومساعدة الفريق على الخروج من المباراة. بيدرو إيفو من ESPN. كيف حالك؟ حسنا، الآن وقد انتهى الجدل حول مشاركة نيمار في كأس العالم، وتأكدت مشاركته. سيثار الجدل أيضا حول مشاركته في المباريات. ألاحظ أنك في ردك الأول على كارلوس جيل تقول: يجب أن تكون مستعدا للعب أو عدم اللعب، أو التواجد في الملعب أو عدم التواجد فيه. ذكرت لنا في مارس الماضي أن لديك بالفعل تشكيلة مثالية في ذهنك في حال عدم وجود أي مشاكل. هل نيمار ضمن تلك التشكيلة المثالية بالنسبة لك اليوم؟ أريد أن أكون واضحا وصريحا وصادقا. سيلعب إذا كان يستحق اللعب،
بعد ذلك لدينا التدريبات، وسيحدد ملعب التدريب من سيلعب. لدي فكرة أنه قد يكون ضمن التشكيلة الأساسية في هذه اللحظة، ولكن علي أن أرى كيف نتدرب ومدى استعداد اللاعب، وما إذا كان يتمتع بحالة بدنية ونفسية جيدة ليكون ضمن التشكيلة الأساسية. أكرر، نيمار له دور يجب على باقي اللاعبين القيام به أيضا، لأنني أعتقد أنه من المهم عدم تحميل لاعب واحد كل التوقعات. أعتقد أننا نتحمل مسؤولية مشتركة كفريق، وعلى كل فرد أن يساهم ويوظف مهاراته لتحقيق هدف واحد: مساعدة المنتخب الوطني على الفوز بكأس العالم. لا أطلب أي شيء آخر. لا أريد ظهورا أوليا، لا أريد ذلك. أريد فقط لاعبين جاهزين لمساعدة الفريق. أنا مونيك دانيلو من قناة TNT Sports. سأبتعد قليلاً عن موضوع نيمار. إلى جانب التوقعات المحيطة باستدعائه، أعتقد أن هناك مفاجأة أخرى في القائمة التي ذكرتها، وهي وجود إيفرتون. ربما يكون لدى الناس منطقياً ترتيب للأفضلية بين الأسماء التي يتم اختبارها، وإذا تم استبعاد أحدهم فربما يكون هوغو رابع أفضل لاعب في هذا الترتيب. بناء على الأسماء التي اختبرتها، أردت منك أن تشرح المزيد من التفاصيل حول تفسير بورون والأساس المنطقي وراءه، مع الأخذ بالاعتبار أن أليسون لا يزال يتعافى من الإصابة، وهناك بعض المشكلات الأخرى المعنية. شكرا لك. نحن في العادة لا نواجه صعوبة كبيرة في التدريب بنسبة 100%، ونعتقد أن هذه المنافسة أكثر دقة من مجرد لاعب تجريبي قد يكون كذلك. لبروفيسور باولو فينيتشي كويلو PVC وول باناماو بلس. هذه هي كأس العالم التي جمعت فيها البرازيل أكبر عدد من اللاعبين الذين تواجدوا في البرازيل منذ عام 2002. برأيك لعب نيمار 15 مباراة هنا في البرازيل هذا العام، بينما سجل جواو برنامبوكو 15 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز. على مدار 24 عاما سمعنا مرارا أن اللاعبين الذين يلعبون هنا لا يملكون المستوى الكافي للمنافسات الدولية، فلماذا يتفوق لاعب لعب 15 مباراة في البرازيل على لاعب كان ضمن تشكيلة المنتخب وسجل 15 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ حسنا، نعم، أتفهم ما قيل عن اختلاف كرة القدم الأوروبية وكثافتها، لكن يجب مراعاة أمور كثيرة، وقد تحدثنا عن ذلك سابقا. اللعب هنا معقد للغاية، هناك جدول زمني مرهق وسفر وحرارة شديدة، لذا يصعب المقارنة، بالإضافة إلى الخصائص الفردية للاعبين. من الواضح أننا نشعر بالحزن على جواو بيدرو. بالنظر إلى الموسم الذي قدمه في أوروبا، ربما كان يستحق التواجد في القائمة، ولكن للأسف وبكل ما أوتينا من ضمير وكفاءة اخترنا لاعبا آخر. نشعر بالأسى لجواو بيدرو كما نشعر به تجاه جميع اللاعبين الآخرين. إدواردو غاباردو من راديو غوتشا إلى يساره. أنشيلوتي: حسناً، في أي دور أو مركز ترى نيمار في فريقك؟ بما أنه لا توجد لدينا معلومات كافية لأنه لم يلعب معكم في المنتخب البرازيلي، هل تراه أقرب إلى لاعب الوسط؟ كيف تتصور توظيف نيمار كمهاجم صريح؟ وهل لديك فكرة عن المباراة؟
أنت ممتاز، أنت ممتاز. وبالنسبة لمباراة 31، هل لديك فكرة عما يجب أن يحدث؟ إذا كان كما تعلم يجب أن يبدأ على مقاعد البدلاء. في 31 لدينا مباراة ضد بنما. أعتقد أنها مباراة وداع ودية للشعب البرازيلي. أعتقد أننا سنضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين، أليس كذلك؟ اختبار ودي يساعدنا على الاستعداد جيدا. مساء الخير، رودريغو من القناة. لنبدأ، أردت أن أتطرق قليلا إلى موضوع القائمة وأتحدث عن الأسابيع القليلة الماضية التي كانت أسابيع ترقب كبير للشعب البرازيلي. من سيكون حاضرا ومن لن يكون، وهل سيكون اللاعب الفلاني ضمن القائمة أم لا؟ وأردت أن أعرف كيف مررت بتلك اللحظة، إن كانت لحظة جعلتك متوترا أيضا مع كل هذه الضجة، وبالطبع كيف كان الوضع هنا وأنت تقرأ القائمة وتشاهد أعتقد ردود فعل الناس مباشرة. هذا الترقب يظهر شغفا استثنائيا لدى بلد بكرة القدم، وبالأخص بالمنتخب الوطني، وأعتقد أن هذا أمر رائع للغاية بالنسبة لنا، إذ تتاح لنا فرصة الاستعداد لكأس العالم وإمكانية إدخال البهجة على قلوب شعب بأكمله. لا شيء أكثر من ذلك. وبكل موضوعية لا أشعر بأي ضغط بسبب هذا. سيأتي الضغط عندما نخوض مباراتنا الأولى في كأس العالم. حسناً، كما قلت، لم يكن الأمر سهلاً، بل كان صعباً لأن المنافسة كانت شديدة. قيمنا أكثر من 70 لاعباً هذا العام، ولكل من هؤلاء 60 سمة تجعله جديراً بالتواجد هنا. لذا لم يكن الضغط شديداً، لكن كان من الصعب التفكير ملياً ومحاولة اتخاذ القرار الصائب. ويلينغتون كامبوس من راديو إيتاتيا هنا في الصف الثالث أمامكم هنا. هل كل شيء على ما يرام؟ حسناً، أنا معجب حقاً بمؤتمراتك الصحفية، حيث تواجه دائماً رسالة إلى اللاعبين والصحافة والجماهير. الآن ومع تبقي 24 يوماً على انطلاق كأس العالم، ما هي الرسالة التي توجهها إلى مجموعة اللاعبين والجماهير البرازيلية خلال هذه البطولة؟ أن يثقوا بهذه المجموعة التي كما قلت قد لا تكون المجموعة المثالية، لكنها مجموعة ستكون مركزة ومتحمسة وقادرة على الصمود، لأن هذا ما أريد أن أقدمه للاعبين، أن أكون مركزا منتبها متواضعا محبا للخير. فكرتي منصبة بالكامل على الجماعة لا على الفرد، ثم يتعلق الأمر باختيار اللاعبين الذين يضمنون ذلك لي. السيدة إيزابيل كوستا، القناة جي. حتى جيل ذكر قرار نيمار. أردت أن أعرف عن تلك الأمور التي جرت خلف الكواليس. متى اتخذت هذا القرار؟ هل كان ذلك في الأيام القليلة الماضية أم كنت قد اتخذته بالفعل، خاصة وأنك قلت سابقاً أن نيمار لا يحتاج إلى فحوصات، وبالتحديد فيما يخص هندريك خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة؟ شاهدنا هندريك في مباراة كرواتيا، وفي المؤتمر الصحفي ذكرتم أيضاً أنه لاعب للمستقبل، مما غير نظرتنا وجعلنا ندرك أن هندريك قد يكون حاضر للمنتخب الوطني. شكراً لكم. عندما نتحدث عن المستقبل، كنا نشير بالطبع إلى كأس العالم هذا والقرار النهائي بشأن هذه القائمة، وقد اجتمعنا صباح ذلك اليوم واجتمعنا يوم الجمعة، وشيئاً فشيئاً استطعنا من تبديد الشكوك وإصدار القائمة النهائية قبل وقت الغداء.
أنا هنا على يمينك. مساء الخير. ألين فانيلي، راديو باند نيوز FM. حسناً، نعلم مدى ترقب الجماهير البرازيلية لهذا اليوم خلال الساعات القليلة الماضية، لكنني أردت أن أعرف قليلاً عن قلقك قبل هذه اللحظة، لحظة إعلان هذه القائمة، وأنت تستعد لخوض أكبر بطولة كرة قدم مع المنتخب البرازيلي. لا قلق. لا قلق. الهدوء كما ذكرت، لأنه كان عاماً مليئاً بالمعلومات والتقييمات المستمرة، جميع المباريات كل يوم. لا أعرف عدد المباريات التي كنا نهدف إليها هذا العام. نحن الجهاز التدريبي، وقد حاولنا الحصول على كل المعلومات الممكنة، لذلك لا أشعر بالقلق. ليس قلقاً. إنه مثل الطالب الذي يذهب إلى المدرسة غير مستعد، هذا هو القلق، وأنا هادئ لأنني مستعد تماماً. ألكسندر بريل من مجموعة بانديرانتيس. قبل عامين أدلى المدرب السابق السيد دوريفال جونيور بالتصريح التالي قبل بطولة كوبا أمريكا: يمكنكم محاسبتي على ذلك، فالبرازيل ستصل إلى نهائي الكأس بعد عامين. اعتبر الجمهور البرازيلي وجزء كبير من الصحافة هذا التصريح حينها مزحة. ثم وصلت محتفيا بك، مصفقا لك، وأعتقد أن حدثا بهذا الحجم يعود إليك إلى حد كبير. لذا أردت أن أسألك، مع هذا الاستدعاء وهذا الاحتفاء، هل يمكن للناس أن يتوقعوا منك ضمان وصول البرازيل إلى نهائي كأس العالم؟ لست ساحراً. لست ساحراً. بل أنا مجرد عامل. عملت في هذا العالم ل40 عاماً، وأعتقد أن لدي المعرفة والثقة بأن هذا الفريق قادر على منافسة أفضل الفرق في العالم. أعتقد أن علينا أن نكون طموحين، لأن الطموح يحفزنا أكثر. لذا لنفترض أننا نستطيع الفوز بكأس العالم والوصول إلى النهائي. أقول نعم، نستطيع الفوز بكأس العالم والوصول إلى النهائي، لكن هذا لا يكفي. لا أعرف. نستطيع الذهاب للنهائي. صباح الخير أنشيلوتي. صباح خير يا رودريغو. صباح الخير. حسناً، أرى الكثير من الصحفيين الذين لا يمارسون كرة القدم والذين لم يسبق لهم اللعب احترافياً يشككون في استدعاء نيمار، لكنني أرى أيضاً كافو ورونالدينو غاوتشو وفامبيتا وكاكا وجميع لاعبي المنتخب الوطني الحالي وفينيسيوس جونيور ورافينيا ورودريغو يؤيدون استدعاء نيمار لأنهم من عالم كرة القدم، بل وأكثر منهم نظرا لمستوى دراستهم. لماذا يدافع من سبق لهم الانخراط في كرة القدم ومن هم منخرطون في هذه الرياضة عموما عن نيمار بشدة في المنتخب الوطني برأيك؟ ولماذا تعتقد أيضا أنه قد يكون بهذه الأهمية لدرجة استحقاقه الانضمام إلى المنتخب في كأس العالم؟ لأنني أعتقد أن كرة القدم ليست علما دقيقا، ولا يمكنك الجزم بأن هذا الرأي خاطئ أو ذاك صحيح. لماذا؟ لأنني لو تحدثت عن الطب وقلت دواء يجب تناوله، سيخبرني الطبيب أن هذا غير صحيح. الطب له جامعة، وكذلك كرة القدم، ولحسن الحظ لها جامعة أيضا، لأن جمال كرة القدم يكمن في أن بإمكان الجميع إبداء رأيهم، وأن بإمكان الجميع الأخذ، وأن يفكروا بشكل مختلف. ولكن في النهاية، في هذه الحالة، أنا من يجب أن يتخذ القرار، ولحسن الحظ لا أحد اليوم يستطيع أن يقول إن المدرب كان مخطئا. لا يمكنهم قول ذلك،
ولكن يكفي الانتظار حتى نهاية المحاكمة. سيخبرونني بالتأكيد إن كانوا على صواب أو خطأ. أستاذ بارانا، أرسل إليك تحياتي. أتحدث نيابة عن غاما إسبورتيفا. مساء الخير من موقع بارانا الإلكتروني وإذاعة CBN. كنت في كوريتيبا مدينتنا يوم الأربعاء، أو بالأحرى عفوا كنت هناك يوم الأحد، وقد طلب منك الاجتماع بنا. إلى أي مدى كانت المباراة التي شاهدتها أتلتيكو مدريد 1 فلامينغو 1 حاسمة في تأكيد التعاقد مع اللاعبين باكيتا وليو بيريرا؟ لا، حسنا، لم تكن المباراة الأخيرة حاسمة، وكان يوم أمس بمثابة تقييم مهم لهم. كانت المباراة في حالة جيدة. باكيتا اتخذ القرار، أيضا ليو بيريرا، وقد أظهر ليو بيريرا موقفا جيدا للغاية في آخر مباراة في تاريخ الفيفا. مساء الخير أنشيلوتي. باتريسيا لوبيز، بين سبورتس. حسناً، سأركز قليلاً على هذا الموضوع. لن أتحدث عن نيمار لأن الجميع قد تحدث عنه بما فيه الكفاية، وهذا يكفي. سأتحدث عن حراس المرمى لأن أليسون لم يلعب منذ شهرين، وقد عاد إلى التدريبات، لكنه لم يضم إلى تشكيلة الفريق للمباراة الأخيرة. لا يزال هناك أمل في ضمه، أليس كذلك، في مباراة ليفربول؟ ولدينا حارسا المرمى الآخران اللذان تم استدعاؤهما، لكن اليوم أليسون صحيح كان ينظر إليه نظريا كحارس المرمى الأساسي، لكنه لن يلعب. هناك الكثير من الحديث عن الهجوم، عن القلق بشأن الهجوم، لكن المرمى ليس مصدر قلق بالنسبة لك. ليس في هذه الحالة. الجهاز الطبي يؤكد على أنه بخير. لقد أخذ الوقت اللازم للتعافي من الانسداد، والآن سيلعب. من الواضح أن لديه 15 يوما إضافيا للاستعداد لمباراة أفضل. Acho que o microfone não está ligado aqui, por favor. Então, alguém traz outro microfone aqui para o Cosme, por favor. Aqui, Cosme, por favor. Vai lá. مساء الخير، كيف حالك أنشيلوتي؟ كنت لاعبا ذا شخصية مميزة، لعبت لميلان وبارما، وكنت دائما لاعبا أساسيا. لم يكن نيمار لاعبا احتياطيا قط. نتحدث عن الإيثار، فهو لاعب يتمتع بشخصية قوية، لطالما فكر في نفسه، وهذا واضح جليا. كيف يمكن التأكد من أنه سيكون بديلا جيدا إذا كانت أرضية الملعب تشير إلى أنه يجب أن يكون كذلك؟ ونحن محقون. لقد اخترنا نيمار ليس لأننا نعتقد أنه سيكون بديلا جيدا. اخترنا نيمار لأننا نعتقد أنه قادر على المساهمة وإضافة لمسته الخاصة للفريق، سواء لعب دقيقة واحدة أو 5 دقائق، أو لم يلعب على الإطلاق، أو لعب 90 دقيقة كاملة، أو حتى تصدى لركلة جزاء. اخترنا هؤلاء اللاعبين لأنني متأكد من أنهم سيقدمون إضافة للفريق. كم من الوقت؟ لا أعرف عدد الدقائق بالتحديد، ولا أعرف ما هي مهاراته. نحن نؤمن بأننا نريد التركيز على الجودة، وكيف أن المعدات تعمل بطريقة جماعية خارج المجال. ولهذا السبب هذه هي الفكرة الأخيرة التي نريد تحسينها جميعا في أي وقت مضى معا. تقدم دائما واستراحة لوظيفتي في المستقبل. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima.